أتوجه إليكم بهذا النداء الأخوي وأدعوكم أن تكفوا وأن تتوقفوا فيما أنتم فيه، وأنصحكم بوضع سلاحكم والالتحاق والنزول إلى أسركم، فالمجتمع مستعد لاحتضانكم وتضميد الجراح، فهو الذي انتخب على ميثاق السلم والمصالحة على بكرة أبيه، فإن في هذا يكون خيرا لكم في الدنيا والآخرة. فبادروا أيها الإخوة بالكف والنزول من هذا المنكر العظيم والرجوع إلى الحق وجدة الصواب ولقطع دابر الفتنة والشر. واعلموا أن هذا الذي تقومون به من سفك لدماء المسلمين لا يخدم إلا أعداء الإسلام والمسلمين، ولا هو من الجهاد في شيء، ولا يمت إلى الإسلام والمسلمين بصلة. فإلى متى أيها الإخوة في هذا الإعوجاج المظلم؟ وإلى متى في التمادي في تمزيق الأمة وتفريق صفوفها وإضعاف وحدتها؟ فأقول لكم أيها الإخوة، وإلى كل من يبحث منكم عن الحق ويريد الرجوع إليه، أن يتوقف ويضع سلاحه حقنا لدماء المسلمين ورغبة في جمع الشمل ورأب الصدع، وأن المسلم الحق هو الذي يتوقف عند حدود الله تبارك وتعالى. إن كان الناس يظن أن سبب جهادنا لهذا الطاغوت هو لأجل التمكين لحزب سياسي أو رغبة في كرسي برلماني من كراسي مجالس الشرك والكفر، فهو مخطئ. فما حملنا السلاح ضد هؤلاء الطواغيت وهجرنا الديار إلا لأنه تحصلت لدينا قناعة شرعية مستمدة من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وأقوال أهل العلم الموثوق فيهم أن هؤلاء الطواغيت مرتدون عن دين الله صادون عنه، يجب قتالهم واستئصالهم حتى يكون الدين كله لله. قال تعالى: وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله. أما قناعتنا الشرعية نحو هذه الأحزاب فإن نعتقد أنها وسائل غير شرعية، وإن كانت أحزاب تمثل الإسلام، كما أننا نعتقد أنه لا حل يخرج هذه الأمة من هذه المهانة إلا الجهاد في سبيل الله وفي سبيل إنقاذ المستضعفين من الحيف والخسف والنكال.